من المرضى في قافلة طبية بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش. صديق بن زينة. مركز مولاي عبد السلام بن مشيش قرة عين الشرفاء العالميين والمريدين، التمعت فيه مبادرة إنسانية تضامنية تجلي الأبصار. قافلة طبية بمبادرة من نادي روتاري الدار البيضاء وبشراكة مع عدد من الفاعلين الجمعويين قدمت فحوصات خاصة بأمراض العيون مع إجراء عمليات جراحية لإزالة ما يعرف بجلالة. سمعت هذا أطباء جاونا هنا القافلة المحترمة جاتنا هنا يا سيدي، ايوا جيت واستقبلوني مزيان وعملوا لي العمليه مخيره، الله يجازيهم بخير. هدفنا هو تقريبا اجراء 80 عمليه جراحيه للناس المعوزين، والحمد لله العمليه كتدوز في واحد ظروف ممتازه، مساعده السلطات العموميه، مساعده مندوب وزاره الصحه اللي هيئوا لنا الظروف كامله باش تدوز هذه العمليه في احسن الظروف. هم متحدرون ومتحدرات من أسر معوزة يستفادوا من فحوصات طبية للعين وإجراء حوالي 80 عملية جراحية كللت بالنجاح. وتندرج هذه العملية التضامنية في إطار حرص الطريقة المشيشية الشاذلية ونادي روتاري على تقريب الخدمات الطبية للفئات الهشة بالمنطقة. كنجيو هنايا المجال القروي حيت المستشفيات بعاد بزاف، والجمعيات كيتصلوا بنا باش نديروا معاهم هاد العمليه ديال الجلاله. المدرسه المشيشيه الشاذليه والطريقه المشيشيه الشاذليه هو اولا المحبه وتقرب للمواطنين، فنحن متواجدين كذلك في العمل الاجتماعي باش نحاولوا نساعدوا الساكنه بهذه العمليات والفحوصات الطبية اللي كانت كذلك. التضامن شعار المبادرين إلى هذه القافلة الطبية الإنسانية التي ينخرط فيها متطوعون متضامنون وبشراكة مع عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين لتقديم خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في المجال القروي. وفي صفحة الثقافية للظهيرة نتوقف. تقريبا واحد عدد كبير ديال المغاربة اللي عندهم طونسيون في العين، والدليل حنا لاباري ديال الطونسيون هي راه جبناها باقا جديده باش بيان بارامتري باش كنكتشفوا الطونسيون قبل. علاش الطونسيون خطير؟ لان الطونسيون العين ما كتحمر، ما كتحرق، ما كضر الانسان. الانسان عند راسو راه كيشوف كيبقى يتسارى كيمشي يجي، حتى واحد ما تيقول لهم كنت كنشوفوا له ملي كنجيو نقلبوا كنلقى عنده الطونسيون طالع. داكشي علاش كنطالب الناس الله يخليكم من هذا المنبر هذا تبارك الله اللي معروف ومشهور، وهذه المناسبه هذه الله يخليكم الناس اللي عندهم 40 عام الفوق، الله يخليكم اي طبيب العيون قريب لكم طلعوا عنده هزوا غير طونسيون العين، واخا ما عندكم حتى حاجه، يعني على الاقل مره كنترول، مره في عامين ولا مره في 3 سنين، نقول لكم 3 سنين نطلع عند الطبيب اللي حدايا هز لي الطونسيون اللي ما عنديش صافي نهبط بحالاتي. راه كنشوفوا شي حالات الله يحفظ لي كي سون ديباسي، وديك الساعات ما كنقدروا نديروا حتى حاجه. وهذه المناسبه كنعاود الناس بكم الله يخليكم الناس اللي كبار عندهم 40 عام الفوق، اي طبيب الحومه قريب لكم طلعوا عنده هزوا الطونسيون ديال العين. الطونسيون ديال العين ما عندوش علاقه بالطونسيون العادي. واش اللي كيطلع ليه الطونسيون الضغط العادي يكون يطلع له في عينه؟ حتى علاقه، يمكن حتى علاقه، ولكن حنا الان في جالسين كنبحثوا كنشوفوا واش كاين شي يمكن ربما الاسباب ديال الطونسيون العينين. لا، الاسباب ديال الطونسيون العين حنا السبب ديال الله كما كنقول الناس كاملين. العين علاش؟ لان العين هي العين منفوخه. غنهضر مع العاميه باش يفهموا. العين منفوخه بومبيا، سبحان الله العلي العظيم، باش منفوخه بواحد الماء، سبحان الله. وهذا الماء منين كيجي؟ هذا الماء كيجي من العروق اللي دايرين بالعين. العين كتمص من هذاك الماء، كتدخلوا للعين باش تبقى العين ديالها منفوخه، ولكن هذاك الماء تيخصو يخرج. سبحان الله. دابا المشكل اللي كنوقعوا فيه هو بعض المرات العين كتمص ذاك الماء باش تبقى منفوخه، ولكن باش تخرجوا ما كتخصش تخرجوا. يعني ديال الكلاوي فوالا الى عياو ما كيبقاوش يخرجوا ذاك السوائل، ما تقدرش تخرجوا. يعني العين ذاك الماده كتبقى ذاك الليكيد كيبقى في العين، كيفي الضغط العين تكبر. ملي تكبر تاثر على العروق وعلى سورتو العصب رقم 2 لو نيروبتيك، وهنا كيبدا الشوف كينقص. المشكل هي الانسان تيكون عنده هادشي كامل هو ما عارفش، حتى كيمشي ليه الشوف، كيمشي ليه الشوف. الا ما جاش يدوز على عينيه راه يقدر الله يحفظ. راه وكنشوفوا حالات كنطيحوا فيها كثير. واش كيتعالج يا دكتور؟ الا مشى الشوف من واحد العين بسبب لا طونسيون؟ وانا سنعرف بعض الشباب اللي مازال ما وصلوش 40 سنه. انا سنعرف واحد الشاب يلاه عنده شي 33 سنه وعنده طونسيون ديال العين، والغريب في الامر ان قال لك ما كاينش علاج ديالو في المغرب، كيخرج خارج ارض الوطن
كيمشي حتى لفرنسا باش يتعالج. اشنو تبغي تقول لهم دكتور بالنسبه لبحال هاد الشباب هادو؟ استاذ غادي نفاجئك. الناس كيجيو من فرنسا لعندنا كيفتحوا، الناس كيجيو من اوروبا لعندنا كيفتحوا، من ايطاليا من اسبانيا من فرنسا طب العيون. رغم ان اسبانيا معروفه هي احسن اطباء العيون كاينين في اسبانيا. اسبانيا كانوا فيها جوج ديال الاخوان لي فخيغ باراكير الله يرحم ساكن رحمته، هادو اللي كانوا هاد كاين برشلونه. دابا راه ما بقاش فخيغ باراكير. كنقول لك ان الناس عندنا الناس اللي كيجيو من الاسبان عندنا المغرب هنا كيفتحوا عندنا كامل، عندنا انا وعند الاصدقاء يعني تبارك الله. طب العيون في المغرب راه وصل لواحد المستوى عالي بزاف. اذا يتعالج. كنقول لك انا هذا المرض سي مرض ديجينيراتيف، يعني علاش كنأكد على التونسيون اي بلاصه قلت لها ما كتبقاش تعاود ترجع. هذا هو المشكل. يعني داك الشيء كنقول للانسان انا دائما هزوا لا طونسيون، قلبوا لا طونسيون. والحمد لله دابا ربما كاين واحد بصيص الامل، وهو لي سكون ابل لي سيري سوش، راه خدامين فيهم باش كيما غادي نقدروا نبداو ربما نعالجوا ضغط العين. هذا غيصلح حتى في الزهايمر والمسائل اللي ديجينيراتيف، يعني اللي ان شاء الله. البوماده الصفراء شنقول لك، البوماده الصفراء الناس كيديروها بزاف حتى هما. انا كنصح الانسان ما يمشي عند طب العيون، سورتو طب العيون دابا ولا قريب من الناس.